2 مليار و500 مليون جنيه ديون من سنة 2000 لحد 2026. اتغيرت الإدارات واتغيرت الأسماء واتغيرت البطولات، لكن حاجة واحدة فضلت ثابتة في الزمالك وهي الديون والقضايا ومحاولات سداد فواتير الماضي. في سنة 2026 حسين لبيب بيتكلم عن ديون بتقترب من 2 مليار و500 مليون جنيه، وقبلها بشهور أحمد سليمان بيتكلم عن ملايين الدولارات اللي اتدفعت عشان النادي يعرف يعيد لعيبة، وقبلها بسنين مرتضى منصور بيتكلم عن ضرائب وتأمينات وحجز على الأرصدة. ولو رجعنا قبلها بسنين أكتر يا صديقي هتلاقي إن ممدوح عباس بيتكلم عن نفس المشكلة. الغريب إن كل رئيس تقريبا مسك الزمالك خلال آخر 26 سنة قال نفس الجملة: إحنا استلمنا النادي مديون. طب استنى شوية، لو كل رئيس استلم النادي مديون مين أول واحد سايب الفاتورة على الترابيزة ومشي؟ حد يقول لي يا عم عبودي أنت داخل تدور على مين المذنب؟ أقول لك يا صديقي واسمح لي أنا وأنت نكون أصدقاء، أنا مش جاي أدور على مذنب، أنا جاي أدور على لحظة البداية، اللحظة اللي الزمالك بدأ فيها يعمل أخطر حاجة ممكن تعملها أي مؤسسة في الدنيا، إنها تبدأ تمول الماضي بدل ما تبني للمستقبل. وفي